العراق وسوريا وليبيا واليمن كله خلصان، كله منتهي، كله منتهي. طب إيه السيناريو بقى؟ إيه السيناريو؟ التطبيع لدرجة إن أنت هتتفرض عليك اللغة العبرية، ومش هيكون في مش هاقول لك في قضية بقى فلسطينية أو في قضية فلسطينية، حتى التاريخ هيتكتب من أول وجديد. يعني إحنا الأجيال اللي جاية مش هتعرف أصلًا إن كان في قضية اسمها قضية فلسطينية أصلًا، يعني الأجيال الجاية مش هتعرف إن كان في حاجة اسمها غزة أصلًا. هل إحنا بقى المفروض نقدر يعني نرضى ونقبل بده؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. بغض النظر أنت سني والّا شيعي، إحنا في وطن عربي أو شرق أوسط ضامنين فيه كله، كل جنسياتنا بكل أدياننا، مسلم، مسيحي، سني، شيعي، أيًا كان، أيًا كان إحنا بنتكلم في الوضع بشكل عام، ما بنتكلمش لا طائفي ولا مذهبي. أنا باحب كل الناس والله، ما عنديش مشكلة مع حد. هي دي الفكرة. هل إحنا بقى هنقبل بده؟ أنا بقى عايز أقول لكم سواء قبلنا أو رفضنا هو ده اللي هيحصل. ليه هو ده اللي هيحصل؟ لإن أنت ما عندكش قوة تجابه الناس دي، بس ده الموضوع بمنتهى البساطة. فلو أنت النهارده فرحان بضرب إيران أو فرحان إن إسرائيل خلاص هتقضي على إيران، أنت بس بتعجل من التطبيع الكارثي اللي هيحصل. مش هيبقى تطبيع بقى سياسي ولا مش سياسي، لا ده يبقى كمان تطبيع في كل المجالات، وأولهم التطبيع الأدبي والثقافي. اللغة العبرية هتبقى لغة رسمية بعد كده في الشرق الأوسط، وده حلم إسرائيل العظمى إحنا رايحين له لا محالة، لا محالة. فالنهارده إحنا بنتكلم إن إحنا نبطّل نزاع ونبطّل طائفية، لإن ما بقاش في وقت أصلًا ولا في مجال. يعني ربنا بيقول: "ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب الريحان." هو النزاع بيجيب فشل، النزاع بيجيب فشل، أيًا كان بقى مين اللي بيتنازع وبيتنازعوا على إيه. حتى لو واحد بيتنازع مع نفسه هيفشل، لو واحد ومراته بيتنازعوا هيفشلوا، أيًا كان النزاع. مش ما بالك بقى نزاع بين سني وشيعي ومسلم ومسيحي، وقصة حزينة. أنتم بتتكلموا في قصة حزينة، قصة ما لهاش أي لازمة أصلًا، وطائفية وعنصرية وحاجة منتهى العبثية اللي في الدنيا. إحنا رايحين لإسرائيل العظمى، هل أنت بقى مستعد لده؟ هو ده السؤال. هل أنت قابل لده؟ الأجيال اللي جاية مش هتسمع أصلًا عن التاريخ اللي إحنا عايشينه دلوقتي. ليه؟ لأن المنتصر مش بس بيكتب التاريخ، بيكتب التاريخ والجغرافيا، وبيكتب كل حاجة، وبيكتب كل حاجة. هو ده اللي بيحصل. فالنهارده لمّا أنت تقضي على إيران وبعدين هتقضي على مصر، شكرًا. لكن لمّا هيحصل الحرب مصر مش هتقدر برضه. ليه مش هتقدر؟ مش علشان هي ضعيفة، لأ، علشان هي مش بالقوة بتاعة أمريكا ولا قوة الغرب. الموضوع بسيط يعني، الموضوع بسيط، وإحنا ما عندناش التحالفات اللي تخلّينا نعدل الكَفّ بس.